اشتغل اكتر تكسب اكتر، رجال الاعمال بالذات. اهلا بيكم حلقه جديده بصوت عالي. الحقيقه بفكر الاسبوع ده في فكره اشتغل اكتر تكسب اكتر. الفكره دي الحقيقه طبعا موجوده ومنتشره ومستقره في العالم كله، مش بس عندنا يعني او في الوطن العربي، ولكن بتلاقي كثير من رجال الاعمال بالذات، رجال الاعمال والناس بتوع التنميه البشريه، حط 20 ساعه في اليوم عشان تحقق مش عارف ايه، اشتغل 16 ساعه في اليوم عشان توصل لايه، شوف رجل الاعمال الفلاني وايلون ماسك عمل وبيل جيتس سوى وجيف بيزوس عمل الهوايل، وشوف دول بيشتغلوا 80 ساعه في اليوم وانت محتاج تعمل زيهم لو انت عايز توصل لدي. والحقيقه على قد ما الفكره دي قديمه يعني مستهلكه، اعاده تدويرها كل شويه من قبل بعض رجال الاعمال وبعض الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون كتير، الحقيقه هي فكره مستهلكه ومردود عليها وفاشله. ولكن هي الفكره كلها انه ايه، احنا بحس ان احنا قاعدين ما بين نقيضين. نقيض رجل الاعمال يقول لك اشتغل 15 ساعه في اليوم وانت كسلان وانت ما بتعملش وانت لو اشتغلت هتحقق نتيجه اكبر، وبعدين الناحيه الثانيه من الناس اي حد رجل اعمال معاه فلوس فبالتالي يبقى فاسد وحرام. واحنا واقفين في النص ما بين السرديتين دول، والاثنين الصراحه عايزين يترموا يعني، ونتكلم بشكل منطقي عقلاني افضل لو عايزين نصل لرساله كويسه تقدمنا كمجتمع لقدام. فتعالوا نفند الاثنين. تعال ناخد الاول فكره رجل الاعمال اللطيف. رجل الاعمال اللطيف، انا يا سيدي الفاضل متفهم انبهار حضرتك بايلون ماسك وان هو بيطلع في التلفزيون يقول لك ان هو بيشتغل 16 ساعه في اليوم وانسى الورك لايف بالانس، ولكن حضرتك بتكلمني على امثله بتاعت الناس دي هم رواد الاعمال، هم انت. انت اغش منهم اشتغل 16 ساعه في اليوم، لانه هو بيشتغل في شركته، المردود المادي من ال 15 16 ساعه في اليوم اللي هو ممكن يشتغلهم يقعد يشتغلهم 5 سنين، المردود المادي جاي له هو مباشره. لكن انا لو اشتغلت في شركه حضرتك بدل 8 9 ساعات في اليوم اشتغلت 12 13 15 ساعه، انا ما فيش اي مردود مادي هيجي لي. انت اخرك ده لو عملتها هتدفع لي كام ساعه اوفر تايم، لكن انا مفيش اي مردود مادي هيجي عليا من ان انا اشتغل عدد الساعات كل يوم. انت كرجل اعمال لو اشتغلت 15 ساعه في اليوم هيجي لك مردود مادي. انت ممكن تسيب مصنعك الفلاني تقعد فيه كام ساعه، بعدين تنتقل لشركتك الثانيه ومصنعك الثالث وشركتك الرابعه، وده شيء جميل، انت حر، انت اعمله. انت كل ما بتحط وقت انت كشخص جاي لك مردود مادي مباشر، انت مستفيد اصلي من الموضوع. لكن انا مش في نفس الوضع. انت عارف الفكره بتاعت اشتغل اكتر ساعات اكتر دي ممكن نطبقها مثلا على الناس اللي بتشتغل حرف يدويه بايديها. واحد كهربائي بيشتغل لوحده كهربائي من غير شركه ولا حاجه، بينتقل من بيت لبيت يصلح حاجه في الكهرباء او سباك او حتى سائق تاكسي. حلو جدا. الناس دي عدد ساعات عملهم مرتبط ارتباط مباشر بالفلوس اللي داخله له، فهو لو اشتغل ساعه هياخد نظير اجر الساعه، لو قعد اشتغل 3 ساعات، لو عمل 3 شغلانات في نفس اليوم من الصبح لحد بالليل هيكسب فلوس اكتر من ان هو يكسل ويعمل شغلانه واحده. ولكن الحقيقه الشغلانات دي للاسف في مجتمعاتنا هو لو اشتغل 15 ساعه في اليوم هو مش هيوصل لحضرتك بتتكلم عليه ده. فارجوك وانت بتشرح لنا الفكره دي حاول تحطها انتو برسبكتيف، يعني حطها من منظور المنطق والعقل. المنطق والعقل بتاع مين بيعمل ايه في موضوع العمل ده. انا صاحب شركه، انا رائد اعمال خدت استثمار وبشتغل بيه 10 15 ساعه كل يوم، ولا انا حرفي يدوي، ولا انا رجل اعمال. حلو جدا، لانه الحقيقه الاجابه مش واحده لكل الناس اللي في ظروف مختلفه. تعال ناخد السرديه الثانيه. رجل اعمال انت بالتاكيد حرامي. طبعا انا الحقيقه هي الفكره كلها انه هو في قناعه تامه ان اي حد عمل كميه ضخمه من الفلوس بالتالي الشخص ده على طول اصبح حرامي. يا جماعه برضه خليكم منطقيين يا جماعه، والنبي طلعونا من افكار افلام الثمانينات دي بتاعت المقاولات دي بتاعت رجال الاعمال وحوت الفراخ وحوت مش عارف ايه وامبراطور اللحمه. يا جماعه بقى خلصنا من المواضيع دي. في ناس كتير بتجتهد وبتحط مجهود وشغل كويس وفكر وعلم وصناعة وأوقات وعمل عشان تعمل مصنع وتكبر شركة وتبني، ولا يعيبهم إطلاقا إن هم شركتهم ومصنعهم والمشروع بتاعهم نجح، وبدل ما يبيع قلم لواحد باع لمليون قلم، كسب من كل واحد فيهم دولار أو جنيه أو أيا كان اللي هو كسبه، كسب مليون دولار وكسب 10 و20 و50 و100 و200 و300. يا جماعة ده شيء منطقي وطبيعي، ومش كل واحد حقق نجاح مادي بالطبيعة هنقول عليه حرامي. ما هو حرامي ليه؟ ما هو الشغل كتير متاح، ولكن الشغل له طريقه. انا عارف ان مش كلنا هنفتح مصانع ومش كلنا هنفتح شركات لانه دي ليها طريقه تتعمل، وممكن كلنا نفتح ولكن لازم يبقى عندك المقومات اللي انت بتدور عليها وهنجيلها حالا. ولكن عايزين نوقف الاستنتاج الرهيب اللي احنا بانيين عليه حياتنا بقالنا عشرات السنين، لان الحقيقه مش هيقدم ولا هيأخر. اللي ممكن بقى توصلنا تعمل لنا كوبري ما بين السرديه دي والسرديه دي هو انه الحقيقه لازم تيجي من الاساتذه رجال الاعمال. انا مش شايف انها ممكن تيجي هنا، هي لازم تيجي من الساده رجال الاعمال. ليه لازم تيجي من الساده رجال الاعمال؟ لان هم الحقيقه بيحكوا لنا نص الحكايه. يعني مثلا في كثير من رجال الاعمال اللي بيتصدروا المشهد حاليا
بتشوفهم في برامج زي شارك تانك، بتشوفهم في الميديا، يعني بتشوفهم موجودين. الحقيقه ما بيقولولناش ان هم رجال اعمال من الجيل الثاني. فانت النهارده جاي تكلمني عن النجاح والشركات والاموال والعمل، وبتغفل حته صغيره كده. ما قلتليش رأس المال اللي انت خدته من والدك كان قد ايه عشان تبدأ بيه الشغل، لانه حضرتك ما بدأتش من الصفر. حلو جدا. لو في حد بدأ من الصفر يطلع يقول لنا هو بدأ من الصفر ازاي. لكن الحقيقة كثير او من المتصدرين المشهد النهارده بيغفلوا هذه النقطة. يا جماعة هو مش عيب ان انت ورثت من ابوك فلوس، مش عيب ان والدك ادالك فلوس، ان شاء الله يكون اداك 10 مليون دولار عشان تبدأ بيهم مشروع. ما هو كان راجل غني، والغنى مش عيب ومش غلط. فلو سمحت ما تغفلش هذه النقطة، لان نقطة البداية هي اصعب نقطة، وانت كرجل اعمال عارف الحكاية دي، ان نقطة البداية صعبة. انك تنطلق من صفر لواحد اصعب حاجة من انك تروح من واحد لحد 10، اصعب بكتير من صفر لواحد. دي هي اصعب حاجة. فانت النهاردة لو حقيقي عايز تساعد وتوصل رسالة كويسة للي بيسمعوك، انت محتاج تبقى اكثر شفافية وتقول لهم انت بدأت منين، هي بذرة البداية جت منين. انا خدت من والدي سين من الفلوس عشان ابدأ بيها، انا كانت وظيفتي ان والدي عيني مدير الشركة عشان انا كنت ابنه. مفيش اي حاجة غلط، انا مش شايف ان في اي حاجة غلط ولا حاجة تستدعي انه اي حد يستعر من الحكاية دي. ده حكاية عادية خالص. انت ايه المشكلة ان والدك كان راجل ناجح وحطك في هذا المكان وانت خدته وكبرته وعملت نجاح قده 10 مرات؟ مفيش حاجة غلط، مفيش حاجة عيب. فلو سمحت وانت بتحكي لنا عن النجاح وانت بتحكي لنا عن التقدم في العمل والشغل اكتر، ما تحكي البداية، احكي لي بس البداية. يعني قول لي انت بدأت منين عشان انا استفيد، ما احسش باليأس. انا اول بدأت عملت مصنع انتجنا فيه الاقلام دي، المصنع اتكلف 20 مليون دولار. ما تقول لي حضرتك جبت فلوس منين عشان انا احاول اعمل زيك. لو كان هي دراسة جدوى اعمل دراسة عن مشروعي اللي نفسي فيه واروح اعرضه على الجهة الفلانية. فلو سمحت كمل لي الحكاية، لأنه الحقيقة بهذا الشكل الحكاية مش كاملة وتصيب باليأس، وأنا متأكد إن هي مش هي دي الرسالة اللي أنت عايز توصلها. أتمنى تكون فكرة النهاردة وصلت. بتفكروا بإيه؟ صوت عالي، اشترك في القناة، ابعتولي في الكومنتس تحبوا نفكر في إيه مع بعض.